سيسو. فيلم الاكشن الحربي. آه، انا ما عنديش كتير اقوله، بس في كام ملحوظه وخواطر كده جت في دماغي. في الاول خالص كده الفيلم هو عباره عن فيلم فنلندي، واتعمل له حمله دعايه متميزه جدا على بعض مواقع السينما، وبعد كده لقينا في مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتتكلم عنه بطريقه جيده يعني. وده بدا يخلي دماغي تروح في حتت بعيده، يعني اللي هي ابعاد سياسيه بقى، وان المفروض ان الدعم الفيلم ده هو دعم سياسي او دعم فني لتوجه فنلندا للانضمام للناتو في مواجهه روسيا، وان دي عمليه اظهار لفكره البطوله الفنلنديه. وفعليا في التاريخ فعلا المواجهه الحربيه اللي حصلت ما بين روسيا وفنلندا، فنلندا يعني حققت انتصارات قويه جدا على الجيش الروسي. ولكن الفيلم هنا بيتكلم عن مقاتل فنلندي في مواجهه القوات النازيه في نهايه الحرب العالميه الثانيه. وبالتالي قلت يمكن في رسائل متوغله ومحاوله بقى للتصدي للتنظيمات الفكريه المتشدده. بص دماغي عماله بقى تسرح في حاجات كتيره جدا قبل ما اتفرج على الفيلم، لغايه لما وصلت لنص الفيلم تقريبا. بعد كده قلت لا لا لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. قوم ريح كده، اعمل لك شويه فشار، اعمل لك كوبايه شاي، اشرب سيجاره، والفيلم شغال يعني سيبه شغال عادي ومفيش مشكله. وبعد كده تعالى كمل، لان بالتاكيد مستحيل اي حاجه من الافكار اللي جت في دماغي دي جت في فكر المخرج، لان المخرج هو المؤلف برضه، وهو بيكتب او بيحاول ان هو يطلع الفيلم ده للنور. خصوصا ان هو قال ان هو كان الفيلم كفكره ومحاوله كتابه على الورق جات له في 2020 بعد ازمه كورونا. فواضح ان هو مش عارف هل هو كان عنده اصابه بالفيروس ساعتها ولا لا. ولكن فيلم السيسو من الافلام اللي تعال اقول لك يعني. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم سيسو، الفيلم الفنلندي. وطبعا فكره انك بتتفرج على فيلم فنلندي بيعطيك احساس كده بشيء من الرقي، ان انا بتابع سينما اوروبيه وهنتخلص من السيطره الفكريه الضحله لهوليود، وان احنا مش هنشوف بقى المدارس حتى الشرقيه زي المدارس الهنديه او الكوريه، او حتى مدارس الشرق الاوسط، ان احنا هنتعرف على السينما الاوروبيه. طبعا كل الكلام ده كله شد عليه السيفون، لان انت بتتفرج على الفيلم بيتكلم عن مواجهه مقاتل فنلندي عجوز، تمام، للقوات النازية وهي بتنسحب من فنلندا في نهاية الحرب العالمية. خلاص ألمانيا بتخسر، والرجل كان بيبحث عن بعض الغنائم اللي ممكن يرجع بيها لبلده الصغيرة، وبينجح في الحصول على بعض عروق الذهب وهو بيبحث في مناطق قاحلة موحلة. وبعد عثوره على بعض غنائم الذهب البسيطة اللي ممكن تحقق له ثروة لا بأس بها، بيرجع بيصطدم ببعض فلول الجيش الألماني اللي بتنسحب، وهم مجموعة من الجنود اللي أنهكتهم الحرب، ولكن هم مثال للشر المطلق. الفيلم هنا بيتعامل معاهم على أنهم شر مطلق، مفيش بقى أي جوانب إنسانية أو أبعاد درامية أو أي شيء، لا لا. حتى معهم عربية نقل كبيرة بيحتجزوا فيها عدد من الفتيات الفنلنديات عشان يستخدموها في أغراض الاغتصاب أو البغاء أو ممارسة الجنس. وبالتالي فأنت بتتعامل مع شياطين على هيئة جنود يعني. ما فيش مشكله حقه ان هو يصورهم كده، ولكن انت بتتعامل مع شخص اولا شخصيه سيسو شخصيه صارمه جدا، وبتضح ان هو حتى نجم وبطل من ابطال فنلندا. هو الفيلم كله خيالي، ولكن الفيلم هنا بيحكي ان هو معروف حتى عن الشعب الفنلندي ان هو اثناء حربه مع الروس حقق عليهم انتصارات مرعبه، وان هو كان قاتل محترف، وان هو قادر على القضاء على الكتيبه باكملها، وان الروس نفسهم كانوا بيترعبوا منه واطلقوا عليه لقب الذئب الرمادي تقريبا. والرجل بعد مواجهته مع فلول العائدين او كتيبه صغيره من الجنود الالمان بيتضح ان هو فعلا قوي الشكيمه، يتمتع بقدرات بدنيه قويه جدا، ان الرجل عنده اصرار غير طبيعي. الرجل لم يتحدث بكلمه حتى نهايه الفيلم اطلاقا، مش عارف دي كانت اضافه قويه للشخصيه ولا لا، ولكن يعني الموضوع بالنسبه لي كان يعني مش مؤثر اطلاقا. الفيلم متقسم عندك فصول، كانك بتتفرج على فصول مسلسل، ما بين الفصل الاول مثلا العوده، الفصل الثاني البحث عن الذهب، الفصل الثالث حقل الالغام، تلاقي بعد كده الارض المحروقه. وكل فصل من الفصول دي والمواجهه بينه وبين الضابط الالماني اللي في الاخر اثناء رجوعه بيرفض تنفيذ امر الانسحاب، لانه عارف ان خلاص الحرب خسرانه وان هو لازم يرجع باي غنيمه، وبيعرف ان في غنيمه مع المقاتل الفنلندي ده. ومن هنا بيقرر ان هو ياخد مجموعته البسيطه، ان هو لازم يسطوا عليه ويقتلوه، وتبتدي المطاردات وتبتدي استخدام الذكاء بتاعه سواء بقى في حقل الالغام وقضاء على عدد كبير منهم. سيسو باختصار رجل كبير السن، ولكن لو في 10 منه
في اي جيش، فهو انت مش محتاج باقي الجيش لان هم قادرين على قضاء على جيش كامل. سيسو رامبو يعتبر جنبه فتاه صغيره ضئيله الحجم. كوماندوز او ارنولد شوارزنيجر او اي مقاتل ممكن يجي في خيالك في السينما الامريكيه، هو يعني ممكن يقعد يجيب ورقه وقلم ويتعلم ورا اللي سيسو بيعمله. سيسو بيعمل كل حاجه. سيسو بيقتل تحت الميه، بيقتل على البر، بيتشنق بس ما بيموتش، بيتضرب برصاص بس يعني بيتعور وبيلحق نفسه. جروحه بتلتئم بدرجه ما حدش فاهمها في الجو شديد البروده والثلج والحاجات دي كلها. قادر على التسلق واختراق الطائرات بخنجر. حاجات تفاصيل كتيره وانت بتشوفها اللي هو تحس خلاص يعني المفروض ان الراجل فاهمها لك من الاول، بس انت او انا بضحك على نفسي يعني. ان الفيلم يعني من افلام الطريفه، افلام الاكشن اللذيذه اللي المفروض تتفرج عليها وانت مبتسم او بتهز راسك يعني. في مشاهد جيده جدا في الفيلم. في ميزه انا بعتبرها يمكن الميزه الوحيده في الفيلم، ان التصوير بتاع الفيلم ممتاز جدا. اختيار الاماكن اللي موجوده تحفه بصراحه، بصراحه جميله جدا. المشاهد الطبيعيه اللي بيوريها لك، المناطق سواء المليانه بالثلوج او مناطق الجبال او مناطق الانهار اللي هي موجوده هناك. في بعض المشاهد اللي في الفيلم زي المشاهد اللي كانت حوالين النهر دي كانت جيده جدا. مشهد حقل الارغام من المشاهد اللي انت فعلا هتركز معاها ويمكن تحبس نفسك فيها. لكن نص الفيلم الثاني لاخر الموضوع داخل في مرحله من عدم التصديق غريبه يعني. عارف تحس ان هو يعني الموضوع ده يعني مش كتير شويه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ يعني مش كتير على سنك، مش كتير على اصاباتك اللي انت واخدها دي، مش كتير على المشنقه اللي حوالين رقبتك؟ عارف تحس ان الموضوع كده يعني عدى شويه. فيعني ارجع واقول ان الموضوع في الاول والاخر كان غلطتي انا، ان انا يعني حطيت من الامال ومن الطموحات واضفت من العمق على الفيلم ما لا يعني يستحق. الفيلم فيلم اكشن، ويعتبر فانتزي اكشن كمان يمكن اكتر، مش اكشن عادي يعني. لان انت اللي انت بتتفرج عليه قدامك بيوصل احيانا فعلا لمرحله من ما فيهاش منطق خالص يعني، ما فيش منطق متعارف عليه. انت هتشوفه المشاهد الاخيره وهو بيخترق الطائره دي، انا حسيت بصراحه ان بس مشهد الطائره برضو عشان اكون صريح، مشهد الطائره كان فيه علامه قنبله سوفيتيه. فانا يعني الافكار برضو اللي كانت في دماغي عن دعم فنلندا ضد روسيا، مش عارف ليه جت في دماغي ان هي فعلا افكار مظبوطه يعني. في النهايه مش عارف اقول لك تتفرج عليه ولا لا، ولكن هو فيلم اكشن مسلي. هو من ناحيه مسلي فهو مسلي فعلا، ولكن يعني ما تحطش امال عريضه على افكار قويه فيه. او انا مش عارف بصراحه، ما ممكن يعملوا اجزاء تانية من الفيلم. هو عادي يعني بيجيب لي ممكن يخليه لك في الحرب البارده عادي، ممكن يخليه موجود في افغانستان عادي عادي يعني. الراجل يعني بسم الله ما شاء الله يعني حمله بمفرده يعني. في النهايه بتمنى لكم مشاهده ممتعه وهو مسلي فعلا بصراحه، بس ما اقدرش اقول عليه حاجه غير كده خالص. واشوفكم في فيديو تاني قريب.